عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض الدانت في البيت بطريقه سهله جدا وبمكونات حرفيا موجوده في كل البيوت. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي فكرتني بيها واحده صاحبتي امبارح، مامي جميله كده بتعملها لاولادها في البيت، فهي اللي فكرتني بيها فحبيت اشارككم الوصفه النهارده. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا هنا معايا 4 كوبايات من اللبن او 4 كوبايات من الحليب يعني، وتقدري تستخدمي المقدار اللي انت عايزاه. انا هقولك مقدار كل كوبايه وانت تقدري تزودي او تنزلي زي ما انت عايزه. معايا 4 كوبايات لبن، حطيت عليهم 4 معالق كبيره من السكر، وممكن تزودي سكر حسب الرغبه دي براحتك جدا، وعليهم 4 معالق كبيره من النشا، يبقى معلقة سكر معلقة نشا لكل كوباية. عليهم كمان 4 معالق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، وبرضو كل كوباية لبن ليها معلقة كبيرة من الكاكاو. عليها معلقة كبيرة من الفانيليا، يعني حطيت معلقة واحدة كبيرة لل4 كوبايات، يعني كل كوباية ربع معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة. وكمان هزود عليهم رشة ملح في الخطوة دي، بس أنا نسيتها وهقول لكم حطيتها إمتى. هقلب بقى كده، طبعا مش هيدوب معايا، فرفعته على النار وقلبته وهو على النار. لما الخليط بيسخن بيدوب معاكي بكل سهولة. هفضل أقلب فيه كده، وبعدين هزود معايا مكعبين كبار من الشوكولاتة. المكعب ده حوالي 57 جرام، يعني قولي كده هتحطي من 100 ل 110 جرام من الشوكولاتة على ال4 كوبايات. تمام؟ شايفه الخليط بيتقل معايا ازاي؟ في الخطوه دي الشوكولاته بتدوب والخليط بيتقل. اول ما بيتقل بطفي عليه النار. يبقى كوبايه اللبن عليها معلقه كبيره كاكاو خام، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره نشا، ربع معلقه صغيره من الفانيليا، ورشه من الملح. مكونات بسيطه جدا، اعملي الكميه اللي انت عايزاها واوعدك هتكرريها. بصي بقى شكل الخليط والقوام بتاعه، شايفه عامل ازاي؟ خطير. خطوة مهمة جدا بقى ان احنا نغطي الخليط بتاعنا على طول. اول ما بتحطيه كده من الحلة لازم تغطيه. انا على ما جهزت الكيس البلاستيك راب بتاعي فكان هيبتدي يعمل وش، فانت جهزي البلاستيك راب بتاعك قبل ما تحطي الخليط بتاعك على النار، قبل ما ترفعيه على النار. فانا قلبته تقليبه كده علشان بس ما يعملش وش ولا اي حاجة، وهو ما كانش عمل وش، ده كان لسه هيبتدي. تمام؟ لكن لو عمل وش معاكي لازم تضربيه. فانا كان ما عملش وش معايا فغطيته بالشكل ده. شايفين؟ لازم البلاستيك راب يكون لامس وش الخليط بتاعك علشان ما يعملش قشرة وما يعملش وش من على الوش كده من فوق. تمام كده؟ هغطي كويس جدا واقفل كويس جدا علشان ما يدخلهوش اي هوا، واسيبه بقى لحد ما يبرد تماما. اول ما بيبرد بشيل البلاستيك راب بتاعي كده من على الوش. ممكن تحطي اي كيس بلاستيك على فكرة بيستحمل السخونة يعني، كده عمره معاكي ما هيعمل وش، خلاص كده مش هيعمل وش تاني. فبالمضرب اليدوي كده او بالويسك بقلبه كويس جدا. وفي المرحلة دي هزود رشة الملح، بما اني نسيت احطها في الاول. رشة الملح مهمة جدا يا جماعة علشان بتظبط معاكي الطعم وبتظبط كل الحاجات اللي احنا حطيناها، بتحسي بطعمها يعني. تمام؟ بقلب كده بالمضرب بتاعي ضربة حلوة كده علشان الخليط يتجانس مع بعضه. مرة كمان ممكن تضربيه بالمضرب الكهربائي، ممكن تضربيه بالهاند بلندر براحتك، بس انا حسيت انه مش محتاج يعني، فبالمضرب اليدوي كده لفيته كده ضربة كويس وتمام كده جاهز. هغرف بقى في البلاد بتاعتي. عايزة اقولك البلاد الصغيرة دي هي تقريبا نفس حجم الدانت اللي بنشتريها من بره جاهزة، يعني نفس الحجم، حجمها صغير بالشكل ده. ودي كمان ممكن تكون مليانة اكتر من العلبة اللي هتجيبيها جاهزة من بره. عملت معايا 9 كوبايات من او 9 بولات من البولات الصغيرة، وكمان كوبايتين من الكوبايات الكبيرة. الكوباية الكبيرة دي تعمل 2 من البولات الصغيرة دي. وكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا. حطيت عليها رشة سبرينكل كده على الوش، سبرينكل بني، دي اختياري، مش عايزة تحطيها استغني عنها مفيش مشكلة. وهغطيهم بقى بأكياس بلاستيك او ببلاستيك راب وادخلهم التلاجة. لو حطاهم في اي حاجة ليها غطا فهتغطيها بالغطا وتدخليها التلاجة برضو. شايفين قوامها عامل ازاي؟ جميلة جدا. هتشيليهم بقى في التلاجة وتطلعي بالطلب واحدة ورا واحدة، واوعدك هيخلصوا بسرعة جدا، وهتعملي المقدار ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الوصفة بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير، وتقولي لي ايه رأيك في الدانت بتاعنا النهاردة. وما تنسوش تنزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، جروب مطبخ جينا او جينا's كيتشن جروب. ولو اول مرة بتشوفوني اتمنى تنوروني
تنوروني وتعملوا سبسكرايب وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد بينزل، واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.